نطت من فوق شلالات نياجرا جوه برميل، مش عشان مجنونة لأ، عشان الفقر ممكن يغير دماغ البني آدم ويخليه يعمل المستحيل. دي حكاية أني أديسون تايلور. أني اتولدت 24 أكتوبر 1838 في نيويورك، وكانت من أسرة فقيرة لكن عندها طموح كبير إنها تعيش حياة كريمة. اتعلمت وبقت مدرسة موسيقى ورقص، واتجوزت وهي صغيرة، لكن جوزها مات فجأة بعد كام سنة وسابها أرملة من غير ولاد ومن غير فلوس. قعدت تلف بين ولايات كتير تدرس، لكن العمر كان بيجري والفلوس بتخلص. وفي سن الستينات وهي شايفة نفسها وحيدة ومنسية، ابتدت تفكر ايه الحاجة اللي تخليني ابقى مشهورة وغنية في نفس الوقت. في الوقت ده شلالات نياجرا كانت رمز للرهبة والعظمة، وكل الناس كانت بتروح تتفرج عليها، لكن مفيش ولا حد كان يجرؤ ينط منها. هنا جالها الجنون وقالت أنا هبقى أول واحدة في العالم تنط من فوق نياجرا وجوه برميل وهطلع عايشة. الفكرة إنها كانت عايزة تعمل حدث عالمي، الناس تدفع فلوس عشان تتفرج وتسمع قصتها. وفعلا ابتدت تبني البرميل بنفسها، مصنوع من خشب البلوط، ومن جوه محطوط مرتبة صغيرة وحزام عشان تثبت نفسها، وتحط قطعة حديد كبيرة في قاع البرميل عشان يوازنها وما يخليش البرميل يتقلب. قبل التجربة بيوم حطت قطة جوه البرميل وجربته، والقطة طلعت عايشة بخدوش بسيطة، ودي كانت علامة ان الخطة بتاعتها ممكن تنجح. وفي يوم عيد ميلادها ال63 اتربط البرميل في قارب صغير وحطوها جواه، واخر كلماتها للصحافة كانت مفيش غير ربنا اللي يقدر ينقذني دلوقتي. القارب اتسحب لحد حافة الشلال وصوت المية كان مرعب، وفجأة البرميل وقع من ارتفاع 52 متر. الناس اللي واقفة كانوا فاكرين ان دي نهايتها، دقيقة ورا دقيقة لحد بعد 20 دقيقة. بعدها البرميل ابتدى يظهر فوق المية، جروه للشط عشان يفتحوه والكل اتصدم. الأستاذة طلعت عايشة، خدش صغير في راسها، لكن غير كده سليمة خالص. الحدث عمل دوشة كبيرة جدا والجرايد كلها اتكلمت عنه. كانت فاكرة انها تبقى مليونيرة من ورا الشهرة دي، لكن للأسف الدنيا مشيت عكس ما كانت بتحلم. بعد ما نجحت التجربة وبقت حديث الصحافة، اتفقت مع واحد يبقى مدير أعمالها يساعدها تستغل الشهرة وتكسب فلوس. والبرميل اللي نطت بيه كان بالنسبة لهم أهم حاجة، لأنه الدليل على بطولتها ووسيلة تجيب بيها دخل من معارض وعروض. طبعا ما كانش فيه انترنت ساعتها، لكن اللي حصل مدير أعمالها ده خد البرميل الأصلي واستخدمه من غير ما يديها نصيبها، والنتيجة إنها اتضرت جدا وفقدت طبعا أهم وسيلة ممكن تكسب منها بعد المغامرة. والناس انبهرت بيها شوية بعد التجربة، وبعدين ابتدت تنساها وما قدرتش تجمع فلوس كفاية، واضطرت تشتغل تبيع صور لنفسها وتحكي قصتها للسياح عند الشلال. وفي آخر حياتها فضلت فقيرة ووحيدة، وماتت سنة 1921 في دار الفقراء. دي كانت حكاية أني أديسون تايلور. قصتها مش بس عن المغامرة، قصة ست غلبانة اتحطت قدامها حياة صعبة جدا، فقر ووحدة ومفيش أمل. فلما ما لقتش حاجة تخسرها قررت تعمل حاجة يخاف منها أي حد وتدخل التاريخ. هي دخلت التاريخ فعلا، لكن بطريقة مأساوية. أول واحدة تنط من شلالات النياجرا وتعيش، لكن برضو تموت فقيرة زي ما عاشت. ما تنسيش تتابعيني في بطلة الحكاية عشان كل واحدة عندها حكايات تستاهل تتحكي.